هاد النوع ديال الحجرة. هاد النوع ديال الأحجار راه جميل في خواتم، وأنا شفت واحد النوع في الخاتم من هاد النوع ديال الأحجار العقيق كيتباع في المزاد العالمي. شوفوا الأصدقاء، شوفوا النوع ديال الكارسيت، حجرة كبيرة من الطبيعة، أحجار الجاسبر مغربية. هاد الحجرة هادي باش تسقلها خص يكون عندك ماكينة. السلام الله عليكم أصدقائي، شكرا بارك الله فيكم. كما وعدتكم راني اليوم جيت اليوم الثاني غنحاولوا نديروا بعض الاكتشافات هنا في هذه المناطق، ونستكملوا المناطق اللي ما بحثناهمش البارح. كتعرفوا البارح كان داز علينا الحال، وان شاء الله اليوم غتكون واحد الحلقه جميله اللي غتستافدوا فيها اكثر. ما تنساش كنتي اول مره كتابعني هذا المحتوى الجميل، ما تنساش دير واحد اللايك والاشتراك تشجيع عليه، بارك الله. صراحه فاش كنت كندور الاصدقاء تلقى هذا النوع ديال الكارسيت، حجره كبيره اتمنى. نحاول نهرسوها. هذه قاصحة. واو، أي حال هو النوع ديال الكاسيت تكوين باللوري، كيلاش نكثروا عليكم. صراحة أصدقاء، راه أنا هرست هاد الحجرة هادي كما كتشوفوا، هادي راه هرستها، وهذا راه نوع من الأحجار العقيق الطبيعي اللي كيكون في الطبيعة. دابا هذا هو النوع الحجر العقيق اللي كيكون في الطبيعة بلا صقل بلا حتى شي حاجة. كما كتشوفوا أنا راه هرستها، ما شاركتش معكم تهراس. علاش؟ لأن كانت المساحة الكاميرا عامرة بزاف. هانتوما شوفوا بلاتي. شتو هذا هو النوع العقيق، راه شفاف من هنايا. بطبيعة الحال الإنسان اللي بغى يصنع منه قلادة راه كيحاول أنه يعني من هنايا تحسكها، من هنا تدخل منها، تكون عندك يعني آلة صقل جميلة وتكون قوية اللي تحاول تسقل هاد النوع ديال الحجرة. هاد النوع ديال الأحجار راه جميل في خواتم، وأنا شفت واحد النوع في الخاتم من هاد النوع ديال الأحجار العقيق كيتباع في المزاد العالمي. شتو قطعة جميلة. وهاد الحجرة كتكون في المغرب، هاد الحجرة كلها من نواحي مناطق مغربية، وكتشوفوا جمال العقيق المغربي. الناس كيقولك حكا اللوع العقيق ما تيكونش في المغرب، يكذبوا عليكم. ها نتوما شوفوا مباشرة من الطبيعة. رحنا هرسنا هذه حتى هي. تبغي تغسل مزيان، تغسل عاش يبين لك داكشي اللي داخل فيه. غنحاول ندي معايا واحد النوع شظية من هنايا
باش نصنع منها انا شي قلادة تبقى ليا كزينة في المنازل. هانتي شو الشظايا ديالهم، الشظايا ديال العقيق حتى هي. كيبان لكم معكم واحد الخطوطة حمرين، راه هما هادو. شو كيبين ما بالداخل ديال هاد النوع، يعني شفاف. هذا النوع يعني شفاف من الداخل. الله ملي كيتغسل كيعطي الجمال. شوش كاع الاحجار ملي كتكون في الطبيعه كتكون فيها تربه الارض، ما تيبينوش لك كاع النوع ديال الحجره، ولكن ملي كتغسل الاصدقاء راه كتبين لك النوع ديالها. لاحظوا معايا، حاولت هاد الحجره غسلتها مزيان. شوفوا على واحد البلورات هنا تيبان لكم واحد البلورات، هما. قبيله كان فيها التراب، يعني ريحت وغسلتها وحاولت نعاود نشاركها معكم باش تبين لكم حقا، تشوفوا فعلا راه هذا هو النوع العقيق. باش شي واحد يقول لك في كومونتير لا خويا ماشي النوع العقيق، شوفوا مزيان تاكدوا واش فعلا هو النوع العقيق ولا لا. نشوف شو هو النوع العقيق. وانا غندي معايا هاد القطعه هذه المنزل، ويما غنحطها كزينه يا اما غادي نسقلها. شو ونكملوا ان شاء الله في المسيره ديالنا. صراحه هذا هو النوع ديال الحجره اللي كنا كنقلبوا عليها. نتوما كتشوفوا غندي معايا هاد القطعه للدار، هذه غنديها معايا المنزل. علاش؟ كما كتشوف الالوان ديالها جميله وتكون صالحه للصقل كقلاده وخواتم اصدقاء، لان الشكل ديالها جميل. وصراحه راه مزيان الناس ياخذوا بحال هذا النوع ويديهم المنزل ديالهم كتحف فنيه في المنزل. بارك الله فيكم. وانا غندي معايا هذه وغنستكملوا هاد الجبال الصغيورين والحجره ها هي الفاس. وكانوا شظايا كبار. ها نتوما شوف، راه كنديو معايا غير قطعه هاد الزميلين بحال هادي بحال هادي، ميتبينوش حتى تسقل. عرفتي تبين النوع ديالها. لقينا الاصدقاء واحد الحجره، الحجره من النوع الاحجار خام العقيق مع الصولجان كما كتشوفوا. مع قرعه المشايه. شوفوا الاصدقاء، شوفوا حجره جميله تتهرس هذه زعما. ترسات. أحجار جميلة.
الطبيعة الجميلة يا أصدقاء، صوت العصافير، واحد الحجرة. يا بسم الله، ها هي. غنحاولوا نثبتوا الكاميرا نحطوها باش نعرفوا النوع ديال هاد الحجرة. من بعد ثبتنا الكاميرا دابا. الله، شنو هاد النوع هذا؟ حتى الفاس ما جاتوش معايا اليوم. شوف هذا النوع ديال الجاسبر، حتى هو كيتواجد في هاد المناطق هادو. هاد الحجرة اللي تلقاو الأصدقاء، نكرر كلامي راه حنا ما كنكذبوش عليكم والمحتوى كله صادق. هادي أحجار مغربية، هذا عقيق مغربي كنوثقوا لكم من الطبيعة. أحجار الجاسبر مغربية. هاد الحجرة هادي باش تسقلها خص يكون عندك ماكينة، يعني نقولوا ماكينة تكون كبيرة شوية الحجم باش تسقل، لأنه الصلابة ديالو شوية عالية. هذا جاسبر ثقيل، شوية ثقيل، وكيجي زوين حتى هو في خواتم. وانا راه عندي منه قلادة، صنعت منه قلادة، لقيناه في الطبيعة، لقيناه معكم أصدقاء، وثقنا الله حتى اللي لقيناه. يا سلام، شوف. انا عندي منه، ما غنديش معايا المنزل، انا حبيت نشارك معكم اللحظة اللي تلقاو فيها هذا النوع هذا. فغنكملوا المسير ديالنا أصدقاء. كنا غاديين حتى حنا عاوتاني كما كنقولوا واحد الحجرة، ها هي. دات الفضول ديالي باش نحيدو الشوك هذا باش تشوفوه. ها هي، اولا بلا ما نرشوه الماء باش تشوفوا النوع ديالها. شوفوا واحد البلورات كبار من النوع الاحجار الكوارتز، ها نتوما شوفوا. تيبان لكم الكوارتز اصدقاء واضح في الصورة. شوف واش كيبان لكم في الكاميرا ولا لا، ولكن ضروري غادي يكون كيبان لان الكاميرا كنظنها احترافية. هادو بلورات ديال الكوارتز كنت غادي ونلقاهم هنايا. هادو ما يصلحوش للصقل، هادو فقط يعني زينة في المنزل. هانتوما زينة في المنازل أصدقاء. هاد النوع هادو بلورات جميلة من الكوارتز. دابا كنظن واضحة في الصورة. شو نديو معنا حتى هي المنزل. عييت أصدقاء، راني عييت، طلعت لواحد البلاصة عييت. مع هاد الحال سخون عاودت ليكم. شنو هاد الحجر؟